أحبتي، فيه شيء أريد أن أقوله لكم وقد قلته، وهي حقيقة مرة، وأنا أوجه الخطاب الليلة إلى أبناء الشباب باعتبارهم عودهم غض طري وعلمهم قليل، وخصوصا الذي ليس له اختصاص في العلم الشرعي. أقول يا أحبتي، قبل كنا إذا رأينا صاحب اللحية، انتبهوا، ليس هذا طعنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تحذيرا ممن تلبس بها، صاحب اللحية والثوب القصير على السنة، نفرح بذلك ونفرح بأبنائنا إذا مشوا معه، يقول هذا على خير. الآن يا أحبتي وأبنائي، لا يغركم المظهر حتى تعلموا المخبر. لا تغتروا باللحى، نعم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء استخدموها للخداع. ولا يغركم قصر الثوب. قد يقول قائل يا محمد بن هادي أنت تطعن في السنة، خبت وخسرت إن فعلت، هذه ردة عن دين الله، لكن والله ما حملني إلا التحذير، ولي في هذا سلف، ويكفيني فخرا أن يكون إمام الأئمة سلفي، الإمام أحمد بن حنبل، لما قالوا له في الحارث المحاسبي يروي الحديث خاشع ساكن. أبنائي وأخص الشباب، انتبهوا حفظكم الله إلى كلامي. قالوا للإمام أحمد لما تكلم في الحارث المحاسبي، قالوا له يا أبا عبد الله يروي الحديث، يحدث بإيش؟ أجيبوا، يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاشع ساكن عابد. فقال رحمه الله لا يغركم من حارث طأطأة رأسه ولا طول لحيته ولا روايته للحديث. في رواية أخرى عن أحمد أكل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين، ذاك رجل سوء لا يعرفه إلا من خبره. أحمد يعرفه. اسمعوا السبب يا أحبتي، قال ذاك جالسه فلان وفلان، ما سموا لنا، يعني مثل الآن أنت تعرف بعض الناس ما تريد تسميه سترا عليه، قال جالسه فلان وفلان، فأخرجهم إلى رأي يعقوب المغازلي وإلى رأي جهم فهلكوا بسببه. لا يغركم لحيته ولا طأطأة رأسه متنسك ولا كثرة بكاءه وخشوعه ولا كونه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا. فيا شباب لا تكتفوا بطول لحية الشخص وتقصير ثوبه حتى تعرفوا منطقه وفكره وأنه على السنة، وإلا يخرجونكم إلى رأي داعش. هذا واحد. وثانيا أعود، طريقة التفاف إلى الوراء، ليس كل من أرخى لحيته فهو داعشي، لا والله، لكن يا أحبتي النصح يوجب لكم علي هذا، فلا تغتروا بالمظاهر حتى تختبروا من الذي يتكلم وتعرفوا ما فكره، لأن هؤلاء فلذات أكبادنا، وبيننا وبينما أبناؤنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، أولادنا أكبادنا، فنحن نحرص عليهم